هاي أقوى وأفضل شاعرة وعالمة عراقية وماتت شهيدة. إذا ما تعرفها، هاي العلوية الشهيدة آمنة الصدر والمعروفة ببنت الهدى. حياتها ما دخلت مدرسة وتعلمت القراءة والكتابة بالبيت، وهالشي ما منحها من هدفها وطموحها، وقدرت تحارب الشيوعية والنسويات، وكان محسوب لها ألف حساب. كانت تجمع مصروفها اليوم وتشتري بيه كتاب، وكان عندها صديقتها تسوي مثلها أيضا، تجمع مصروفها وتشتري بيه كتاب يختلف عن كتاب العلوية. حتى مني خلصن قراءة الكتب يتبادل الكتب حتى تكون الفائدة أوسع. فكانت شاعرة وعالمة بالمنطق والنحو والأصول والفقه، ومن كبرت توسع نشاطها وصارت تعقد دروس داخل البيت ومشرفة على بعض المدارس النسوية. تخيل أخوها المرجع والعالم محمد الصدر قال لها قدرت تسوين اللي ما قدرت أسويه. انتقلت إلى رحمة الله شهيدة بعد التعذيب من قبل النظام البائد بمثل هيك يوم المصادف 9/4. من بنت الهدى نفتهم إنه الحجاب والعباءة أبد ما كانت عائق ولا راح تكون أمام العلم والتعليم والثقافة الصحيحة أو أي هدف عند أي بنت محجبة. والتعري لا يعني شيء من الثقافة بقدر الجهل والتخلف الحقيقي والابتعاد عن الله. أشوفكم فيديوهات أخرى ومع السلامة.